في المنتخب الوطني المغربي دورة رباعية بين إثيوبيا. المنتخبين لتحديد البطل، وقد استطاع المنتخب الوطني أن يفوز بلقبه الوحيد بفوزين على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف واحد، والفوز على منتخب نيجيريا وتعادل أمام منتخب غينيا بهدف داخل كل شبكة. إلى جانب هدف اللاعب بابا تاريخي، لاعبون آخرون يعتبرون صالح المنتخب الوطني على سبيل الذكر عميد الفريق أحمد فرس، إلى جانب لاعب الشباك شريف أبو علي الزهراوي وعبد الله التازي. ونحن نستعرض هذه اللقطات من الأرشيف. الأكيد أننا نسعد بمشاهدة أول كأس أفريقيا للمنتخب الوطني للعميد فريق المغربي. أحمد فرس وهو يتسلم الكأس. تتبين المشاعر، سعادة، خيبة أمل وحسرة، لكننا نأمل في المستقبل مع أسود الأطلس في الظفر باللقب الإفريقي الثاني وتكرار إنجاز 76 في دورة المغرب 2025.